في ناس كتير بتشتكي من تزحزح الفقرات. يعني ايه تزحزح الفقرات؟ ببساطة كده المفروض كل فقرة تبقى فوق الفقرة اللي تحتيها، فوق الفقرة اللي تحتيها. في بعض الناس بيحصل تزحزح، يعني فقرة بتطلع لقدام مقارنة بالفقرة اللي تحتيها، وده بيخلي القناة العصبية بدل ما تكون مستقيمة بتكون فيها مشكلة، لأن في واحدة طالعة لقدام وواحدة طالعة لورا. وبناء على الدرجة والأعراض بنحدد إيه العلاج المطلوب. لو الدرجة بسيطة والأعراض خفيفة ممكن بالعلاج الطبيعي والبريسيس والراحة يجيب نتيجة والموضوع يتحل. لكن لو الدرجة كبيرة وضغط على الأعصاب وعاملة ألم مزمن في الظهر ومشاكل للمرضى ومش قادرين يتحركوا بصورة طبيعية، يبقى الأغلب ده بيحتاج تدخل جراحي. التدخل الجراحي بنحاول نرجع القناة العصبية لوضعها الطبيعي، بنرجع العلاقة اللي ما بين الفقرات لوضعها الطبيعي، وساعات كتير بنحتاج نعمل تثبيت فقرات. وده ممكن يتعمل بالجراحة التقليدية أو بجراحات التدخل المحدود أو minimally invasive surgery اللي دلوقتي بقت نتائجها مذهلة مقارنة بالجراحة التقليدية.